العربيات دي هي سر نجاح الشركات الكبيره زي بريدجستون وميشلان وكونتيننتال. الشركات الكبيره اللي هي لزقت في دماغك بدون دعايه وبدون اعلان، كان سبب انتشارها الاساسي العربيات او مصانع العربيات. زي ما حضرتك بتجرب العربيه وبتشتري عربيتك وبتبص فيها تلاقي راكب فيها براند معين، فحضرتك تلقائيا بتيجي تغير في الميعاد فبتبص تلاقي راكب عندك براند اسمه ميشلان، فبتضطر حضرتك عايز تغير نفس البراند. ولكن النهارده الفكره دي بتتهد، لان الشركات دي الفكره انا بكشفها لك على العام، ان الشركات دي تعاقدات مع المصانع المصنعه للعربيات دي كلها، بحيث ان هو يربط عقلك بالبراند نفسه عشان لما تيجي تغير له تاني. وبالتالي المصنع اللي بيصنع العربيه بيشتري الكاوتش ده ببلاش، وفي مصانع بتاخد فلوس ان هي تركب الكاوتش اساسا في العربيه عشان حضرتك ترتبط بيه، وبعد كده لما تيجي تغير من نفس البراند. ولذلك انا هنا بوعيك وبقول لك لما تيجي تختار براند كاوتش اختاره بالمواصفات: تحمل الحراره، تحمل الوزن، معدل التآكل، والسرعه بتاعت العجله. كل دي حاجات محدده، الى جانب طبعا تاريخ الانتاج، وده يلزم التاجر او الوكاله اللي بتبيعها. فلذلك انا باكد عليك ما تقتنعش بالبراندات، اقتنع بمواصفه العجله، لان ده مهم جدا عشان تحافظ على مالك وعشان تقدر توفر في زمن النهارده فرده الكاوتش مكلفه جدا. عشان انا اجي اقنعك بفرده الكاوتش راكبه عندك واقول لك ايوه دي جميله عشان اكسب منك كتير، لا، ده انا بقول لك اختار الجوده بناء على فهمك لتفاصيل الفرده نفسها. راجع الفيديوهات بتاعتنا ولايك وشير للصفحه بتاعتنا عشان نقدر نوصل معلومه لاكبر قدر من الناس، عشان ما يتخدعش في البراندات. البراندات مش بقول ان هي وحشه، ولكن بقول ان مبالغ في اسعارها النهارده في مصر، وبيجيب لك من دول تصنيع درجه ثانيه، وفي نفس الوقت بيدفعك فيها اضعاف مضاعفه، وبتدفع تقريبا 30 و40% من قيمتها بس على التسويق، وعلى ان هم بيروحوا يردوا الكاوتش ده للمصانع المصنعه للسيارات بدون تكلفه اساسا، وفي ناس كمان بتدفع عليه فلوس. فلذلك بقول لك اشتري بعقلك، ما تشتريش ورا حد بيخدعك وبيقول لك ان البراند اللي راكب عندك ده هو انسب حاجه لعربيتك. هو المقاس هو انسب حاجه، ولكن المواصفات اقدر اديك مواصفات بسعر 50% من اسعار البراندات اللي قلت لك عليها. عشان كده بقول لك اشتري بعقلك. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معاك. السلام عليكم.